عندي دقاق في 45 دقيقة، أسهل مندي دقاق وما ياخذ عليك وقت، تحط مقاديرك كلها في مكان واحد وتستريح 45 دقيقة وأحلى مندي عندك. تابع الطريقة. عندي نص دقاقة مع الجلد، راح أحط عليها التتبيلة عبارة عن بهارات إيطالية وفلفل أسود وملح وفقط صفار الزعفران. أول شيء راح أحط بصل وثوم وبهارات صحيحة على زيت زيتون، نعطيهم تقليبة خفيفة لحد ما يتغير لونهم ويطلع ريحتهم. وراح استخدم عيش الوزير من الشركة الوطنية للتوزيع، ونحط العيش فقط مغسول مرة واحدة، ونحط ملح الهملايا من الشركة الوطنية للتوزيع، ونحط الماي كل كوب رز حاله كوبين ماي، نحط طبقتين من القصدير، نعطيه فتحات شوية بالسكين، وننزل الدقاقة بعد ما تشربت بالبهارات ما شاء الله. والقدرة تحطوا لها أي خضار تتوفر معكم، ونسكر عليها آخر طبقة، ونسكر عليه 45 دقيقة على نار هادية، ونزيد شوية بعيش الوزير عشان ما تطير الدقاقة. وبعد 45 دقيقة ما شاء الله عينكم على حبة الوزير، ما شاء الله تبارك الرحمن نثري. يا سلام، عينكم على الزين، الله الله.